هلو everyone، اهلا وسهلا بكم في قناة English with رامي. ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض اهم 5 امتحانات مش هيخرج منهم الامتحان خالص على منهج الصف الثالث الاعدادي في الترم الاول، منهج جديد 2022 على نفس شكل ورقة الامتحان بالظبط ونفس شكل الاسئلة بالظبط. علشان ما نطولش، لو كنت اول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد على القناة، وكمان لازم تشوف بقى الفيديوز اللي فاتت عشان تتابعنا من الاول. اما لو كنت مشترك في القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتكتب لنا تعليقك في الكومنتس. يلا بينا، خلينا نبدأ. اهلا وسهلا بكم مرة تانية. زي ما اتفقنا في الاول، النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض اهم 5 امتحانات على منهج اللغة الانجليزية للصف الثالث الاعدادي الترم الاول، منهج جديد 2022 بنفس شكل نظام ورقة الامتحان اللي هنمتحنها في المدارس ان شاء الله زي ما الوزارة قالت بالظبط. علشان ما نطولش خلينا نحل مع بعض. بالنسبة لسؤال المحادثة لازم نقرأ العنوان ونترجمه كويس ونترجم كل حاجة موجودة في المحادثة، ما نحلش ونتسرع، عشان لما نعمل كده ونترجم واحدة واحدة هنعرف نحل صح ونتأكد ان احنا حلنا صح. واي محادثة هتقابلك في اي امتحان لو حلتها بالطريقة ديت اطمن انت حلتها صح. طبعا لازم يكون معانا كلمات وفاهمين القواعد كويس. سلمى and منى are planning for a picnic. سلمى ومنى بيخططوا لنزهة خلوية. فسلمى بتقول لمنى how are you منى، انت عاملة ايه يا منى؟ فردت عليها، بعد كده سلمى قالت لها we are planning a picnic for tomorrow. would you like to join us؟ حابة تشاركي معانا او تيجي معانا يعني؟ قالت لها I would love to. فسألتها سؤال، قالت لها to المنتزه garden، حديقة المنتزه. فجاوبت عليها بعلامة تعجب، يبقى حاجة كده مدهشة يعني. فسألتها سؤال سلمى، فمنى قالت لها I think the weather will be fine. اعتقد ان الطقس هيبقى كويس. the forecast says that. الاذاعة بتاعت الطقس قالت ده او بتقول ده يعني. I hope we will enjoy our time. اتمنى ان احنا نقضي وقت كويس. يبقى ممكن نقول الاولى I am fine thanks. فقالت لها تحب تيجي معانا؟ فقالت لها انا حابة. فكده تسألها، قالت لها هتروحي فين؟ فقالت لها where are you going؟ قالت لها منتزه جاردن. فطبعا في اندهاش، يبقى great مثلا عظيم، او ممكن اقول fantastic رائع. فبعد كده سألتها سؤال، قالت لها ان الطقس اعتقد انه هيبقى كويس. يبقى تسألها على السؤال عن الطقس هتقول لها ايه مثلا؟ what will، عشان عندي هنا will the weather be like tomorrow، هيبقى عامل ازاي بكرة؟ قالت لها I hope we will enjoy our time. يبقى طبعا I think so، انا اعتقد ذلك. بطريقة سهلة حلنا المحادثة عادي. نيجي للسؤال في السبيس. عشان نحله صح لازم نقرأ الكلمات اللي موجودة في المستطيل ونترجمها، عشان احنا وبنقرأ وبنترجم نحط الكلمة المناسبة. cheap وcheaper وتوستر وسمارت وديسكاونت وسيل. there is a big نقط in the shopping center near our house. يبقى طبعا يوجد عرض او خصم كبير يعني، يبقى يوجد خصم كبير سيل في مركز التسوق اللي بالقرب من منزلنا. all that clothes، كل الملابس، and machines والآلات نقط than usual this week. يبقى طبعا هتبقى cheaper than، لأن than بتاخد الصفة قبلها بإضافة er مع الصفات القصيرة. this microwave has a 50%. يبقى طبعا discount، عليه خصم 50%. its usual price is 100 pounds. سعره الطبيعي 800 جنيه. but now it's 400 pounds. ولكن طبعا مع خصم 50% يبقى 400 جنيه. I want to buy a نقط TV to watch films on the internet. يبقى طبعا smart. نيجي للcomprehension. عندنا حاجتين علشان نعرف نحل سؤال القطعة. يا اما نقرأ الأسئلة ونترجمها عشان لما نيجي نقرا القطعه نستنتج الاجابات، يا اما تقرا القطعه وتترجمها عشان لما تيجي برضو تقرا الاسئله تستنتج الاجابات. جون اند ماري، جون وماري
from Sweden من السويد. last year السنة اللي فاتت they went on holiday to Spain راحوا أسبانيا يقضوا أجازة. one night في ليلة من الليالي they went out هم خرجوا for their dinner عشان يتعشوا. they looked for a good restaurant كانوا بيدوروا على مطعم كويس. outside one restaurant خارج المطعم they saw a man and woman شافوا رجل وامرأة. the man looked cool and he smiled الراجل كان شكله كويس وابتسم. John and Mary greeted him حيوه and he answered them in Swedish هو جاوبهم بالسويدي their language بلغتهم يعني. they asked the man if it was a good restaurant هم سألوا الرجل ده لو كان ده مطعم كويس. he recommended it هم وصلهم بده and said it was excellent قال لهم ده ممتاز. he said it هو قال ده إنه هو يعني المطعم had the best food in Spain عنده أفضل أكل في إسبانيا كلها. جون and Mary trusted the man وثقوا في الرجل because he was from their country and they went in لأنه من دولتهم ودخلوا المطعم. they sat at a nice table beside the window هم قعدوا على ترابيزة كويسة جنب الشباك. they ordered بيلة هم طلبوا بيلة. the waiter الجرسون brought their dish جاب لهم الأكل بتاعهم. it was terrible هنشوف بقى terrible دي مقصود بها ايه. there were only 2 small prawns in it هنشوف كلمة prawns بتشير لإيه. it طبعا في الطبق. the chicken was الفراخ كانت undercooked and the rice was sticky and horrible ما كانتش مطبوخة كويس والرز ما كانش برضو كويس. also أيضا the water was warm المياه كانت دافية. at the end في النهاية of the meal في الوجبة the waiter gives them the bill اداهم الفاتورة. it was very big كانت كبيرة جدا الفاتورة. when they left the restaurant لما مشوا من المطعم the Swedish man was still there كان موجود هناك. John and Mary told him he was wrong about the restaurant قالوا له ان انت كنت على خطأ في اختيار ان انت توصلنا ان احنا ندخل المطعم ده وناكل منه. they said it was terrible قالوا ده كان وحش. really awful بالحقيقة فظيع وحش. they asked him هم قالوا له why did you recommend it انت قلت لنا خشوا ده ليه. because I am the manager he answered قال لهم لان انا مدير. نيجي للأسئلة طبعا للاختياري. what is the main idea of the passage ايه الفكرة الرئيسية للقطعة ديت. طبعا هنقول a bad eating experience. the underlined word terrible بتشير لإيه ما هو معناها إيه. طبعا very bad وحش جدا. browns look like يشبه إيه. طبعا shrimps اللي هو الجمبري. why do you think the man answered them in Swedish لماذا تعتقد ان الرجل اجاوبهم باللغة السويدية. طبعا هقول he is Swedish لانه سويدي او ممكن اقول he can speak Swedish لانه يقدر يتكلم سويدي. what did they order ايه هم اللي طلبوه. what are the ingredients of it وايه هي المكونات بتاعتها. طبعا هم جابوا يبقى هم طلبوا بلا اللي هو زي الجمبري يعني يبقى its ingredients مكوناته are browns with chicken and rice. Do you think John and Mary enjoyed eating in the restaurant? Why not? هل تعتقد ان جون وماري استمتعوا بالاكل في المطعم ده ليه وليه لا. طبعا ما استمتعوش يبقى no because they said لأنهم قالوا it was terrible كان فظيع وحش يعني. نيجي المالتيبل تشويس الاختياري. the word official
is the antonym عكس كلمة، يبقى informal. the word unique gives the same meaning بتدي نفس المعنى ليه، طبعا ask. to give the antonym of the word natural يبقى طبعا unnatural، تدي عكس كلمة nature طبيعي يبقى unnatural غير طبيعي. the suffix نوع turn the word swim يبقى طبعا swimming السباحة، تبقى noun السباحة. to نوع means to swim using equipment معدات that allows you to breathe while your face is under the water يبقى طبعا snorkel. there are many ships near our city so there is a lot of tar in the water. when there is tar in the water is طبعا not clean يبقى مش نظيفة. نيجي للجزء الخاص بالجرامر. what time do the lesson start؟ طبعا does جدول المواعيد ياخد اس و اي اس و اي اي اس مع المفرد. televisions are not expensive than kettle طبعا يبقى more expensive لأن المقارنة ما بين شيئين أو شخصين بالصفات الطويلة بناخد more في الأكثر ولسه للأقل. the children are very not excited because they have a new toy طبعا excited. لاما has had her phone not since 2 years طبعا for مدة محددة بالظبط. سامي not pass his exams last week يبقى عاوزة التصريف التاني للفعل يبقى passed، نجح في امتحاناته الأسبوع اللي فات. هنا عندي الباراجراف عاوز مني 110 كلمة عن a visit to Cairo زيارة للقاهرة. هسيب لكم أسفل الفيديو في الديسكريبشن في الوصف لينك الحلقة اللي فاتت فيها أهم الباراجرافات اللي خاصة بالمنهج. نيجي للامتحان اللي بعد كده. آية is talking with سما who bought a new mobile. آية بتتكلم مع سما اللي اشترت تليفون جديد. hello سما how are you؟ فردت عليها قالت لها I bought a new mobile phone. قالت لها congratulations مبروك. فسألتها سؤال قالت لها I bought it yesterday يبقى كده قالت لها انت اشتريتيه امتى؟ فسألتها سؤال قالت لها I bought it for 3000 LE يعني جنيه مصري، يعني انا اشتريته ب 3000 جنيه مصري. يبقى قالت لها تمنه كام؟ where did you buy it؟ انت اشتريتيه منين؟ هتقول لها من الحته الفلانيه. can you come with me to buy a new mobile phone؟ ممكن تيجي معايا عشان اشتري تليفون جديد؟ يبقى اكيد التليفون عجبها، اكيد هتقول لها مفيش مشكله. يبقى الاولاني هتقول لها عامله ايه؟ هتقول لها طبعا I am fine thanks. فاكيد قالت لها انت اشتريتي امتى؟ يبقى قالت لها when did عشان في الماضي you buy وباي علشان الماضي في السؤال والنفي بياخد الفعل في المصدر buy it. فسألتها سؤال قالت لها I bought it for 3000 LE انا اشتريته ب 3000 جنيه مصري. يبقى تكلفته كام؟ يبقى ممكن اقول how much is it وممكن اقول how much did you pay for it يعني دفعت له قد ايه. فسألتها سؤال قالت لها انت اشتريتيه منين؟ اكيد هتقول لها مثلا من مكان. ممكن اقول I bought it from ممكن مثلا نقول سامسونج مثلا. اشتريته من شركة سامسونج. قالت لها ممكن تيجي معايا؟ اكيد طبعا قالت لها sure بالتأكيد. نيجي في السبيس عند interested وبلانت وبلانتين وستريت وبوبيوليشن وبوليوشن. طبعا interested بيجي بعدها ان وبلانت يزرع وبلانتنج الزرع نفسه وستريتس شوارع population التعداد السكاني وبوليوشن التلوث. my name is طه انا اسمي طه I live in طنطا انا عايش في طنطا my city needs more trees مدينتي تحتاج شجر كتير.
some of us are going to نقط some trees along the نقط. يبقى هقول plant لأن going to بتاخد الفعل في المصدر. some trees along the طبعا streets بطول الشوارع. this will reduce pollution. also this will encourage some visitors to come to our city who is not in enjoying our project. يبقى interested in. نيجي للكمبرهنشن نقراها. منى loved watching the sky at night. منى بتحب مشاهدة السماء في الليل. it shined with so many stars. بتشرق بيه نجوم عديدة. sometimes أحيانا she would climb onto her dad's shoulders. بتبقى قاعدة على كتاف shoulders يعني أكتاف. dad's يبقى أكتاف والدها. she would feel like a princess sitting closer to those stars. بتبقى تجلس جنب النجوم. one afternoon في يوم في الظهر her dad said أبوها قال لها we are going to the beach. احنا رايحين الشط. won't that be fun. ده ما خلاهاش تبقى فرحانة. منى wasn't sure. منى مش متأكدة. will may stars be there too. ان يبقى النجوم موجودة هناك برضو. maybe أبوها قال لها ربما. so they went to the beach. هم راحوا الشط. but it was foggy that night. ولكن كانت الدنيا مغيمة جدا بالليل. no stars in sight. ما كانش فيه أي ضوء لأي نجوم. let's see what happens tomorrow. خلينا نشوف بكرة هيحصل ايه. dad said أبوها قال لها كده. فهي منى ردت قالت له اوكي. the next morning الصباح التالي they went back to the beach and منى gathered seashells. منى found something strange. لقت شيء غريب. it looked like a big يشبه حاجة كبيرة orange bomb star زي البرتقالة والنجم الكبير. had it fallen from the sky. هل ده وقع من السماء؟ and why wasn't it glowing. it's not a star. ده مش نجم. أبوها ضحك وقال ده مش نجم. it's a starfish. دي سمكة النجمة. it lives in the ocean. دي بتعيش في المحيط. منى put the starfish in the ocean. حطتها في المحيط. they watched the waves. شافت الأمواج wash it back home. بتخبطها وبترجعها تاني. then منى looked for more starfish. قعدت تبص لها كتير. she liked stars and starfish. هي حبت النجوم وحبت سمكة النجمة دي. when does منى find starfish. طبعا هتبقى الإجابة in the morning في الصباح. what did منى do right after she found a starfish. ايه اللي هي اللي عملته بعد لما لقت سمكة النجمة. يبقى she put the starfish in the ocean. حطتها في المحيط. what did منى do right before she found the starfish. ايه اللي عملته صح قبل ما تلاقي سمكة النجم. طبعا she collected seashells. what is the best title for this story. ايه هو العنوان الافضل للقصة دي. طبعا نقول منى love to the stars يعني حب منى للنجوم. وممكن اقول برضو منى loves nature طبيعة. when dad first took منى to the beach at night she didn't see any stars. why. عندما ابوها خدها لأول مرة في الشط بالليل هي ما شافتش ليه نجوم. طبعا الإجابة كانت because it was foggy. كانت الدنيا ضباب يعني كانت الدنيا سودة كده في السماء. about how old do you think منى is. how do you know يعني اقول لك تعتقد يعني عمر منى هيبقى كام. ممكن اقول طبعا maybe 3 مثلا او 4 because she sometimes climbed on her dad's
shoulder، تطلع على أكتاف والدها. ده اللي يثبت لي إن عمرها صغير يعني. نيجي بعد كده للسؤال المالتيبل تشويس الاختياري. The antonym of the word similarity، عكس كلمة similarity يبقى طبعا both، B and C. When something is not safe، لما يكون في شيء ما مش آمن، it's يبقى ايه؟ serious، خطير. The antonym of the adjective polite، مؤدب، صفة مؤدب العكس بتاعها طبعا لما نحط لها prefix يبقى طبعا impolite. The noun of the verb teach، اسم الفعل اللي هو teach يدرس is made by adding suffix يبقى teacher، معلم. Our and not opportunity means having the same chances يعني فرص in life as other people يبقى طبعا equal، تساوي. Removing seeds، إزالة البذور from cotton، من القطن plants، من زرع القطن يعني، was a slow job، كانت وظيفة بطيئة until حتى they invented the cotton gin. What is cotton gin؟ طبعا a machine، آلة. نيجي للسؤال بتاع الجرامر. A few of us، قليل منا، نقط going to plant some trees along the trees يبقى طبعا are going. Neither of those necklace is nice، I can't decide which one to buy، طبعا either لأن مفيش نور. The library not open at، طبعا يبقى opens لأن جدول المواعيد بياخد للفعل اس أو اي اس أو اي اس في المضارع البسيط. Since I started my job، طبعا أما قال لك since يبقى احنا في زمن المضارع التام have والهاز والبي بي، يبقى I يبقى تاخد have worked. ملك not had to buy more rice because we had lots already يبقى طبعا ما كانتش مضطرة، يبقى didn't have في الماضي have to. أنا بستخدم have to مع كل الضمائر في النفي. لو في ماضي بقول didn't، لو مضارع بقول يا don't يا doesn't. الباراجراف بيتكلم a person you like، شخص انت بتحبه. نيجي في التست اللي بعده. A passenger is talking to a clerk at the station، مسافر بيتكلم مع الموظف في المحطة. فالباسنجر بيقول له I want a ticket to Luxor please، أنا عاوز تذكرة للأقصر من فضلك. فسأله سؤال، قال له the ticket is 100 pounds، تكلفتها 100 جنيه. قال له اوكي here is the money، اتفضل الفلوس. فسأله سؤال، قال له the train leaves in half an hour، القطر هيغادر بعد نص ساعة أو في خلال نص ساعة. فالمسافر سأله سؤال، فالموظف قال له it takes 15 hours to arrive there، بتاخد 15 ساعة عشان توصل هناك. فالمسافر قال له does it stop at all stations، هل بيقف في كل المحطات؟ فالموظف رد عليه قال له it stops in big cities only، بيقف في المحطات الكبيرة بس، يبقى أكيد لأ. فالباسنجر قال له which platform does it leave from، أنهي رصيف هيغادر من عليه؟ فقال له رصيف كذا، ممكن تقول أي رصيف طبعا. يبقى هنقول مثلا أول واحدة كم ثمن، يبقى how much is the ticket. فسأله سؤال، قال له هيغادر خلال نص ساعة، يبقى هيقول له القطر هيغادر امتى، يبقى اقول له when does the train leave، وما تقولش leaves لان does سرقة الاس، وفي نفس الوقت احنا في المضارع البسيط بنستخدم في الجملة الاستفهامية الفعل في المصدر. فسأله سؤال، قال له بتاخد 15 ساعة عشان توصل هناك، يبقى انا عايز اقول له ما هي المدة، يبقى how long does it عاد على القطار take to arrive there. فبيقول له هو بيقف في كل المحطات، اكيد قال له لا طبعا، يبقى no it doesn't.
اللي يثبت لانه بيقول لك بيقف في محطات الايه، محطات المدن الكبيرة. فبيقول له القطر هيمشي من انهي رصيف، فممكن تقول له مثلا بلات فورم 3 مثلا، من رصيف رقم 3. ميك وجيمز وجيت اب ودو وان وات. ماي نيم از محمد، انا اسمي محمد. اي ليف نقط a small village near منصورة، يبقى I live in، انا عايش في قرية صغيرة بالقرب من المنصورة. at the weekend، في عطلة الاسبوع I usually نقط the same things، يبقى بفعل نفس الشيء، يبقى do. on Saturdays، في ايام السبت I نقط at 7 a.m. then I always do my homework after breakfast، يبقى طبعا I get up، انا بصحى. at lunch time، في وقت الغداء I visit my cousins، بزور اولاد عمي اولاد خالي. we like to eat together، بنحب ناكل مع بعض. then بعد كده in the afternoon، في وقت الظهر I often play نقط with my cousins، يبقى الاجابة games، بلعب العاب مع ولاد عمي او ولاد خالي. Concorde، the world's fastest passenger plane was developed by France and Britain together، اتطورت بواسطة فرنسا وبريطانيا مع بعض. they both هما الاتنين dreamed of having a supersonic plane and the project started in 1962، المشروع ده بدأ في سنة 1962. they have spent 1.5 billion on developing the Concorde and it was tested for over 5000 hours، واختبرت واتجربت حوالي 5000 ساعة. The first passenger plane was introduced by British Airways and Air France in 1976. The Concorde holds many world records including the fastest crossing of the Atlantic Ocean، المحيط الأطلنطي يعني، from New York to London which was achieved in 2 hours 45 seconds، خدت ساعتين 45 ثانية، يعني 3 ساعات إلا ربع. Flying at twice the speed of sound means that flying time was reduced by half, and which is why the Concorde flight between London and New York is used a lot of by businesses people and film stars، نجوم سينمائية يعني. You can leave Britain at 10:30 a.m. 10:30 الصبح and arrive in New York an hour earlier، توصل بدري ساعة. 20 planes، 20 طيارة have been built up to the present day، بتطلع في اليوم الواحد حوالي 20 طيارة. but there are no plans to build any more. each plane، كل طيارة is produced at a cost of 50 million which makes them very expensive، ده اللي بيخليهم غاليين. they stopped using Concorde aircraft in 23. the underlying supersonic means تعني ايه؟ يبقى طبعا faster in sound. if you take the Concorde from London at 10:30 a.m. you reach New York at، توصل في قد ايه؟ طبعا مش هتستنتجها الا لما تكون قريت القطعة صح وفهمت القطعة صح، يبقى الساعة 9:30، لانه كان قالك ايه اللي يثبت اهو، هتوصل بدري ساعة اهو، ساعة بدري. the North Ocean is between Britain and New York، يبقى Atlantic، المحيط الأطلنطي يعني. which is the Concorde، ايه هو الكونكورد ده؟ طبعا اقول it is the world's fastest passenger plane، طيارة اللي هي السريعة يعني. did the Concorde hold any world records؟ mention one of them، شير لواحدة منهم يعني، يبقى yes. هقول له the fastest crossing of the Atlantic Ocean from New York
to London which was achieved in 2 hours 45 seconds. Why do you think the Concorde was tested for over 5,000 hours? ليه تعتقد ان هي اتجربت عمل لها اختبار يعني لمدة 5000 ساعة؟ طبعا هنقول I think مثلا، انا اعتقد to check عشان تتفحص if it is safe to fly or not، تبقى امان في الطيران ولا لا. نيجي للسؤال الاختياري. the opposite of the verb respond يرد is طبعا ignore يمنع. the synonym مرادف كلمة upset منزعج يبقى disappointed. to give the opposite عشان تعطي عكس كلمة comfortable يبقى uncomfortable. we add the suffix ness to the word dark to get a or an تبقى noun اسم. a or an not is someone who studies works with or teaches maths يبقى طبعا mathematician. Egypt has a vast area of desert. About 96% of Egypt is desert. What does vast دي تشير لإيه أو معناها إيه؟ طبعا a large mound. نيجي للسؤال الخاص بالجرامر. Our school is not opposite to the bank يبقى next to. I like these TVs but I think the smart TVs are not better. the better يبقى ايه؟ the best طبعا الأفضل بفضل. This museum is not a maze. There are so many old things there يبقى طبعا amazing. I have not traveled by plane. I don't like traveling by air يبقى never. يبقى أنا مش بحب، لأن بقولك أنا مش بحب أسافر أي حاجة في الهوا يعني في الجو. You not should stay up late at night طبعا يبقى shouldn't. الباراجراف بيتكلم عن a problem that you had with technology مشكلة كانت عندك مع التكنولوجيا. نيجي للامتحان اللي بعده. باهر is talking to an assistant at a mobile phone center. باهر بيتكلم مع بائع في محل أو مركز التليفون المحمول. Hello how can I help you؟ ممكن أساعدك؟ فقال له hello can I change this mobile؟ ممكن أغير التليفون ده؟ فالأسيستنت سأله سؤال فقال له nothing wrong مفيش حاجة وحشة but its memory is small ولكن الذاكرة بتاعته صغيرة. قال له oh، قال له with a 65 جيجا بايت memory يعني مساحته 64 جيجا. فقال له it's good كويس but ولكن قال له حاجة، قال له I think you would prefer the black one. أعتقد أنت بتفضل واحد لونه أسود. قال له yes that's what I want ده اللي أنا عاوزه. فسأله سؤال قال له about extra 200 pounds يعني حوالي 200 جنيه عشان تعمل كده يعني الفرق بس. يبقى هيسأله أول حاجة يقول له what's wrong ما المشكلة؟ فقال له مفيش مشكلة. فهيقول له هنا لما قال له مساحته صغيرة فهيقول له here's another موبايل with، بقول له خد ده في موبايل مساحته 64 جيجا. فقال له اتس جود ولكن يبقى اكيد انا مش عاوز اللون ده، عشان كده قال له انا هنا اعتقد ان انت بتفضل اللون الاسود يعني. يبقى كده يقول له ايه I want another color. فسأله سؤال فقال له حوالي 200 جنيه. هيقول له how much does it cost؟ تكلفته كام؟ في الاخر هيقول له اوكي مثلا اتفضل الفلوس مثلا here is the money اتفضل الفلوس. ويرز يرتدي وير يرتدي clothes ملابس burn يحترق special خاص freeze يجمد. most people can choose the نقط that they wear each day
but in some jobs you must wear نقط clothes. طبعا يبقى الأولى clothes والتانية هتبقى special. For example على سبيل المثال firefighters رجال المطافي must wear clothes that are made of special material that does not نقط، يبقى أكيد مش بتحترق burn. If you are a doctor لو أنت دكتور أو طبيب you should sometimes نقط special clothes and masks that stop you from becoming ill. يبقى لازم يبقى ترتدي هدوم خاصة وماسك كمامة يعني على وجهك علشان تبقى كويس ما تبقاش مريض. Back in 19 يعني نرجع بسنة 1900 a man was trying to sell sausages in the streets of New York. He boiled them غلاهم and then kept them hot in a tank حطهم في tank of hot water مع مية سخنة. Nobody مفيش ولا واحد was very interested until ما كانش مهتم حتى he started to shout لحد ما صرخ get your hot dachshund sausages here. Dachshund is a long dog which looks something like a sausage. As a result he sold many more of his sausages. A newspaper reporter took a photograph of the sausage seller holding one of his sausages for a story in his paper, but he wasn't sure to spell Dachshund, so he called it a hot dog instead, and that's how the name started. The same salesman lent a pair of white gloves to his customers to hold hot sausages with, but somebody forgot to give him back the gloves, so went to a baker and asked him to make him some long pieces of bread to hold the hot dog in. This was such a perfect combination, remained unchanged ever since. We wear gloves احنا بنرتدي قفازات او جوانتيات يبقى in our hands في يدينا. The underline word perfect means perfect دي معناها ايه؟ يبقى طبعا good. Our not made the bread for the hot dog يبقى طبعا البيكر الخباز. Put a suitable title for this passage. حط عنوان للفقرة دي. ممكن اقول له the history of hot dog. Why did the reporter call it a hot dog؟ اللي قال عليها hot dog ممكن اقول له because he wasn't sure to spell, so he called it a hot dog instead. عشان ما كانش عارف يستهجى الكلمة ديت فقال hot dog. What is a dachshund؟ يبقى طبعا a dachshund is a long dog which looks something like a sausage. نيجي للجزء بتاع المالتيبل تشويس الاختياري. Buying an old car can be a risky business. The opposite of risky عكس كلمة risky يبقى safe. The word kind is similar in the meaning. kind يبقى friendly ودود أو عطوف أو محبوب. We get the antonym for understanding عكس كلمة understanding by adding to the beginning. نحط ايه في الأول؟ يبقى طبعا misunderstanding. To make an adjective from the verb music we add نقط يبقى musical. The part of competition when there are only 8 teams or people in it is called طبعا quarter final. يا اما تقول quarter final لكن ما تقولش quarter. يا اما تقول quarter final بالبريتش يا اما تقول بالامريكان quarter final.
Put this medicine on your arm and rub it into your skin. It will inhibit the infection. العادة. What does inhibit mean؟ يبقى block or slow down. نيجي للسؤال بتاع القواعد. Can you walk when you were 2 years old؟ يبقى طبعا هقول له could you في الماضي. We have not designed the bread but we haven't finished it yet. يبقى طبعا already. جميل was not frightened when he saw the snake in the desert. طبعا يبقى frightened. نقط إذيار Alexandria and Portishead are on the Mediterranean Sea. يبقى طبعا both كلا من. When does this plane نقط in Cairo يبقى arrives. هتبقى arrive علشان ده سؤال يبقى فعل في المصدر. الباراجراف بيتكلم عن Egyptian handicrafts الأعمال الحرفية المصرية. آخر امتحان معانا بقى. مروان and his friends are talking about some plans for the community. مروان بيتكلم مع أصدقائه عن بعض الخطط للمجتمع. Hi يوسف, this is my friend نور. ده صديقي نور. فرد عليه بعد كده قال له we are going to paint the walls. احنا هندهن الحيطان أو الجدران of the community center tomorrow. لمركز المجتمع بتاعنا بكرة. فقال له great عظيم. فسأله سؤال قال له yes you can join us. يبقى كده يقول لهم ممكن اجي معاكم. فسأله سؤال قال له at 9 AM tomorrow. بكرة الساعة 9 الصبح. where can we meet؟ احنا نتقابل ازاي؟ فقال له حاجة وبعد كده قال له اوكي وكمل. فممكن نقول في الأول I am pleased to meet you. أنا مسرور إن أنا أقابلك يا نور. فقال له ممكن أجي معاكم. فأكيد هيقول له إيه؟ can I join you؟ فسأله سؤال هنتقابل امتى؟ قال له الساعة 9. يبقى when will you start؟ هتبدأوا امتى؟ وممكن اقول when are you going to start؟ قال له هنتقابل ازاي؟ هنتقابل فين؟ قال له at مثلا the community center. unity center. فقال له اوكي. بعد كده قال له I will be there at 9. انا هبقى هناك الساعة 9. exciting ولوجج واكسايتد وبلجد وباسورد وباتري. كريم is very not because he has a new phone. يبقى كريم ايه؟ excited. first he needed to charge the نقط. يبقى طبعا battery يشحن البطارية. he not in the phone and turned it on. يبقى حطها في الفيشة. يبقى plugged. then he left it for a few hours. سابه لمدة ساعات قليلة. next he filled in some information about himself. the phone asked for a نقط. يبقى طبعا password. millions of people are over the world like traveling. ملايين من الناس العالم كله بتحب تسافر. they travel to see other countries and continents, modern cities and the ruins of ancient towns. بيحب كل يزور الحاجات دي كلها. they travel to these places to learn about of other cultures. بيسافروا كل الأماكن ديت علشان يتعلموا الثقافات بتاعتهم أو الثقافات الأخرى يعني. it's always interesting to discover new things and different ways of life. دايما الاهتمام عشان يكتشفوا الأشياء الجديدة والطرق المختلفة في الحياة. to meet different people يقابلوا ناس مختلفة or to try different food ويجربوا أطعمة مختلفة. people who live in the countryside اللي بيعيشوا في الريف often غالبا like to go to a big city to visit museums and art galleries. معارض الفن يعني.
things they don't have in their hometown. ما بيعملوش ده في موطنهم. They like to buy from famous shops and to dine at big restaurants. People from the city often like a quiet holiday by the sea or in the mountains where they can sunbathe or walk. Many tourists love taking photos of everything that interests them. People travel by train, by plane, by ship or boat and by car. All ways of travel have advantages and disadvantages. ليها مميزات وعيوب. And people choose one according to their plans. The fastest way of traveling is traveling by plane, but the most comfortable is traveling by ship. The main idea of this passage is about طبعا تبقى traveling السفر. The underlined word dine means معناها ايه؟ طبعا to have dinner. The underlined word one refers to كانت بتشير لإيه؟ يبقى way of travel طريقة للسفر يعني. Why do people travel؟ ليه الناس بتسافر؟ يبقى طبعا they travel to see other countries and continents, modern cities and the ruins of ancient towns. How do people from the countryside like to spend their holidays؟ ازاي بيقضوا اجازتهم في الريف؟ يبقى طبعا they like to go to a big city to visit museums and art galleries. What's your favorite mean of transport? Why؟ يعني بيقول لك ايه هي وسيلة المواصلات المفضلة ليك وليه؟ انا ممكن مثلا اقول the plane because it is the fastest. الطيارة لأن هي الأسرع. نيجي للمالتيبل تشويس الاختياري. The word familiar is antonym عكس كلمة، يبقى طبعا strange غريب. The synonym of the word right مرادف كلمة right صحيح، يبقى طبعا correct. To give the antonym of the word kind عشان تعطي عكس كلمة kind نحط البريفكس يبقى unkind. The noun health can be an adjective by adding نخليها صفة بإضافة طبعا healthy. Or and not means the money that a university or school gives to someone to pay for their education، يبقى طبعا scholarship. Jana and Judy are having a dispute over which TV channel to watch. They should both like the same programs on TV. A dispute is a نقط يبقى disagreement. نيجي لآخر سؤال معانا القواعد. Would you like نقط meet up this evening؟ يبقى طبعا to meet. نقط busy shop in my town is the supermarket، يبقى طبعا هقول the busiest. المحل المزدحم في مدينتي هو السوبر ماركت. نايزر سامي نقط يبقى طبعا نور. the handball competition نقط going to start at the sports center، يبقى طبعا هتبقى is going to start. is going to start. We have never been to a new house. We have always lived in the same place. طبعا have never يبقى been. آخر سؤال معانا اللي هو your experience خبرتك أو تجربتك. وبكده نكون خلصنا مع بعض أهم 5 امتحانات في منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي الترم أول المنهج الجديد 2022 حسب شكل مواصفات الامتحان اللي الوزارة أعلنتها. أتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلبة. أشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقات القادمة مع الترم الثاني. جود باي.